السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهاردة بفيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله وينول رضاكم. هو فيديو من الاخر بصراحة، فيه شوية حاجات كتير قوي، واخر الفيديو فيه حاجات كمان جميلة. بس قبل ما نبتدي الفيديو نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسمي الله بقى كده. وما تنسيش تعملي لايك وكومنت زي العسل زيك، ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا بقى، هو فيديو كده كله نظافة وقلبان في الشقة وحاجات كلها جميلة وتغيير للنفسية والعين وراحة كده. المهم كان عندنا مناسبة كده، وبصراحة أنا كنت ناوية أغسل السجاد فما شلتوش، سبته خد بقى البهدلة كلها. وقمنا تاني يوم كده استعنا بالله وإيه، وابتدينا بقى ان احنا ندعك السجاد. قررت ان انا ادعكه كله، يعني هفرش منه حاجة وهشيل حاجات تانية. يعني السجادة اللي هي التقيلة اكبر سجادة دي انا هشيلها، مش هفرشها تاني، وهفرش سجادة خفيفة عادية في الصالة يعني. بس كده، وفي سجاد من اللي هغسله هفرشه وكده. وخلصنا بقى السجاد، مسكناه دعكناه كويس، لمينا سجاد الشقة كله بقى، الاوض والصالة والطرقة والمطبخ، كل حاجة شلناها وغسلناها. بصوا بقى الرغاوي والنظافة. بس عايزة اقول لكم بصراحة، يعني الله يبارك لاخواتي، هم اللي ساعدوني يعني اصلا من غيرهم مش عارفة كنت هعمل ايه. الحمد لله، ربنا يبارك لي فيهم يا رب، ويبارك لكم في اخواتكم. يعني هم في ظهري في كل حاجة. ربنا يا رب يرزقهم الخير، واشوفهم اسعد ناس في الدنيا، وما اشوفهمش متضايقين ولا فيهم اي حاجة وحشة يا رب. المهم هم زي ما بقول لكم كده، هم اللي ساعدوني، هم بقى اللي لموني الليلة دي كلها. بعد بقى ما خلصنا السجاد ده، على فكرة احنا هنا عمالين نقطع، كل واحدة تعمل شوية وعمالين نلعب، وولاد اختي يلعبوا معانا بقى. فهو ده اللي خلانا خدنا وقت. يعني هم عايزين يجربوا يلعبوا، ودي تتعب تدي للتانية يعني كان يوم كده كله هيصة بقى وهزار وضحك وكده. ربنا يدوم علينا وعليكم يا رب السعادة. المهم زي ما انتوا شايفين كده، الأرض كلها متشال من عليها الفرش. بصوا طرقة بقى، يعني تراب بقى ومية. والسجادتين دول احنا غسلناهم. السجادة اللي هي الكبيرة البني دي اللي انا كنت فرشها في الصالة مش هفرشها دلوقتي تاني، واللي هي التانية البينك دي هفرشها في الأوضة ان شاء الله لما تنشف. والمشايات دي كلها بقى هندعكها كلها، والمشايات الصغيرة دي وكل حاجة. يعني بصوا ما سيبناش حاجة ما غسلناهاش. في اماكن عندي في الشقه بصراحه ملهاش غيارات، ف هستنى حاجتها تنشف يعني وهفرشها تاني. وكمان مسكنا بقى المية دي كلها لميناها كده، سحبناها بقى على الحمام على طول. بصوا بقى الجرد اللي هو المساحة ده حلو قوي، مرضتش ان انا اجيب الدوار بصراحة، ما حسيتوش عملي، هو شكل بس. بصوا الديزاين اللي كنا عاملينه ساعة المناسبة. بس بقى كده، هو ده الجردل اللي انا لسه جايباه عجبني قوي. وكمان في جزئين كده ان انا اعصر في جزء وجزء التاني ميه نظيفه، فعجبني بصراحه، يعني حسيته عملي اكتر كمان من اللي هو الدوار ده بيبوظ بسرعه. بصوا كنب الانتريه هنا القماش بتاعه من تحت كان واقع كده، انا قلبت بقى الانتريه ده ودقيت القماش ده كله بمسامير صغنونه كده، وخليته بقى كويس يعني. بصوا بقى بنت اختي بتساعد بقى، يعني كتر خيرها بصراحة. المهم خلصنا هنا وشدينا المية كلها وغيرت نظام الانتريه، جبت الكرسيين دول مكان الكنبة الصغنونة يعني بدلت دول بس، والكنبة الكبيرة هي اللي زي ما هي. بس كده، مسحنا هنا ولمينا المية وسيبنا الأرض نشفت خالص. وبعدين بقى فرشت السجادة دي، هي دي الوحيدة اللي كانت نضيفة شوية، فما ما غسلناهاش يعني. بس كده، بصوا بقى الصلاة كده خلصت معايا خالص. بصوا بقى، يعني عارفين بقى مفيش بقى ريحة تراب وفي نظافة عارفة تتنفسي كده. بس كده دخلنا بقى على اوضه النوم. كان في شويه تعديلات كده وفي شويه حاجات عايزه اعملها. فعملت ايه؟ اول حاجه الطبلات اللي انا كنت جايباها وريتها لكم في فيديو كده من فتره. دي الطبلات اللي انا كنت جايباها من رنين، فهم 3 زي ما انتوا عارفين مع بعض. فانا بصراحه ما حطيتش ال3 في حيطه واحده يعني، انا حطيت ده لوحده هنا وحطيت الاتنين التانيين
او زي ما انتوا شايفين حاطينهم بالشكل ده. بصي قولي بقى ايه رأيكم فيهم كده يعني. انا كمان غيرت نظام الاوضه خالص. اللي هو السرير بصوا كده بقى في الوش، يعني اول ما ادخل في الاوضه بقى في الوش، والتسريحه يعني على شمالي وانا داخله. الاول كان العكس، كانت التسريحه في الوش فانا بقى قلبت دول. فمنها تغيير، وكمان علشان التسريحة لما كانت في الحيطة التانية، لما كنت بفتح الدولاب لما كنت بفتح قصدي الشباك كنت ببقى مكشوفة. فكده كده احسن بكتير. وكمان اخترنا ان احنا نفرش الملاية دي علشان تبقى لون استطارة، يعملوا ماتشنج كده لطيف مع بعض. برضو عايزة اقول لكم يعني اختي ربنا يكرمها يا رب ويديها الصحة ويبارك لها في اولادها، هي اللي ساعدتني برضو وشجعتني بصراحة في كل حاجة. بصوا بقى ايه رأيكم في شكل الأوضة بعد ما خلصت؟ انا اصلا معرفتش اصور، هي مشجعتنيش ان انا اصور خالص، او بمعنى اصح نسينا في البداية وبقيت محتارة اصور ولا لأ. فجيت بقى في النهاية كده وقلت بقى اصور مقطع صغير اوريكم بقى شكل الأوضة بعد ما عدلنا فيها كده. بصوا هي بس قلبت ده مكان ده وده مكان ده بس كده. ده شكلها برضو كنت مبسوطة قوي، وشكلها كمان اتغير خالص. وعطرت بقى الأوضة بس كده بقى بالنسبة لي شكلها مريح اكتر يعني. المهم كنت جايبة شوية حاجات كده وكنت عايزة اوريها لكم، فطبعا كنا اتهدينا النهاردة معرفتش ان انا اوريكم اي حاجة خالص وكنت تعبت. فنصحى بقى تاني يوم هوريكم بقى شوية حاجات كده بقى، وفتحت الشباك والشمس كانت داخلة الأوضة والجو كان حلو قوي. هوريكم بقى ايه اللي انا جبته من روز ستوري. روز ستوري ده يعني محل كده عندنا في حلوان. عايزه اقول لكم اسعاره حلوه قوي. بصوا الماسك القناع اللي هو الذهبي ده، ده ماسك بالسيروم. بصوا هو كان اصلا ب11 جنيه، مش غالي خالص، وبره اغلى، يعني بره مش عارفه ب20 او حاجه زي كده. فروز ستوري بصراحه بتعمل عروض حلوه قوي في حاجات كتير يعني. بصوا انا هوريكم كذا حاجه دلوقتي سعرها حلو قوي. فتمشينا كده رحنا جبنا شويه حاجات وبس. وكمان جبت الكريم المرطب الجليسرين ده، كريم جليسرين مرطب وحلو قوي. بصوا هتتفاجئوا من سعره دلوقتي. بصوا هوريكم سعره. بصوا المهم هو صلاحيته 3 سنين، وقلت اوريكم الصلاحية الاول وبعد كده بقى اوريكم السعر. عايزه اقول لكم حلو قوي وريحته جميله وملمسه رائع بجد. بصوا بقى السعر، بجد والله العظيم حاجتهم حلوه قوي ومش وحشه. وجربتها يعني عن تجربه، مش عشان هي ارخص من بره بتبقى وحشه، لا والله جميله جدا. ده برضو كريم اللي هو من شركة بلو، اللي هي اصلا بتنزل شاورات وشامبوهات وحاجات كتير قوي. ده كان الكريم ده مرطب بالتوت البري، كان ب12 جنيه ونص. عايزة اقول لكم حلو قوي، وبرضو بص صلاحيته حلو قوي، اللي هو مش اكسباير يعني. وكمان ده على فكرة حتى لو انتي مسترخصاه ومش عايزة تستعمليه لبشرتك يعني الوش، ممكن تستعمليه على ايدك عادي، يبقى في شنطتك كده لاستعمال ترطيب ايدك، الكعبين الكوعين كده يعني. حلو قوي. كمان جبت القصافة دي كانت ب12 ونص. والاسبري ده اسمه جالاكسي، حلو قوي ريحته جميلة جدا، وكان ب50 جنيه. تقريبا بس كده، دي الحاجة اللي انا جبتها. عايزة اقول لكم والله العظيم اسعاره حلوة جدا، شوية حاجات بسيطة واسعارها حلوة قوي. وكمان اتمشينا بقى وغيرنا جو كده. وجبت كمان بنس اللي هي الطرحة دي في المناسبات، سهرات، خروجه بالليل كده يعني، تتحط في الطرحة، ممكن تستعملها للشعر عادي يعني. وشوية حاجات كده. بصوا بقى التوكة دي عجبني لونها قوي، الوانها اللي هي المط دي وجميلة. دي كانت ب10 جنيه بس كده. ده بقى كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم وقولي لي رأيكم فيه، وما تنسوش تقولي بقى كومنتاتكم على التغييرات اللي انا عملتها. وكمان لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة.